السلام عليكم. واللي تشاهد الفيديو هذا صباح نقولها صباح الخير عليك وربح بداية أسبوع موفقة، واللي راهي تشاهد الفيديو ديالي مع العشية نقولها مساءك مفرح وكل أمل ونشاط يا فراشتي الحبيبة. حفظك الرحمن وذريتك من كل شر يا رب العالمين. اليوم كما تعرفوا أنه جيتكم بوصفة جديدة واللي هي الغريبيات القسنطينية على أصولها وعلى قنيها بطريقة بسيطة ومبسطة. هنا عندي فرينة محمصتها ليلة من قبل تقدري لو مجومام. لهنا عندي السكيلة تاع السمن، زادة مغليتها من قبل، عفوا حطيتها في السمن وفيه حوالي 50 غرام تاع زبدة حرة، فخليتهم حتى يتغلاو مليح مليح نحس انه الماء ديالهم كامل راح، باش نعاود نفرغها في البول ديالي وخليها تنشف. بما انه انا في فترة الشتاء فنشف ليلة كاملة نشف عادي، واللي في الصيف فتحطه في فريجيدير كما راكم تشاهدوا لهنايا. انا لهنايا راني حطيته يغلي ومن بعد نديرو في البول. هذه ليله من قبل بطبيعه الحال. لهنايا انا عندي السمن هذاك اللي جمد لي طبيعة الحال نزيد له كيلة إلا ربع تاع سكر كلاص نفس البول اللي عبرنا به. كما راكم تشاهدوا حنايا الغريبية قسنطينية تحب القصعة تاع الحطب، فحاولت اني نستعمل معها القصة الحطب عفوا. وزادا هذه الطريقة البدائية ولا هذه الطريقة تاع الميلونج باش ندخلوا الزبدة مع عفوا السمن مع السكر كلاص. تقدري ديري نفس الطريقة في البيتخام، بصح انا باش نبسط الناس اللي ما عندهمش البيتخام فهذه هي طريقتي. نحاول اني نمزجهم مليح مليح مع بعضياتهم، ندخل كامل هذاك السمن في عفوا في السكر كلاص ديالي، وحتى نتحصلوا على قوام كريمي. نحاول اني ندخلو مليح مليح، نحاول اني المام الحبيبات هذوك تاع السمن اللي نلقاوهم نحاول اني نبسطهم هكذا بيدي باش يتحلوا كما نعرفوا حنايا. ولا هنايا نقعدوا بهذه الطريقه حتى نوصلوا القوام هذا تاع الكريمي. وهنايا نقول لك حبيبتي ما يعنيش انه وصلنا للقوام اللي نحبسوا عليه، فنحاولي تقعدي هكذا هكذا حتى لوين تولي كريميه اكثر ولا تلصق لك في القصعه بوكوبريس. كما كتشوفي لهنايا انا راني كل ما نلقى غريمو تاع السمن فنحاول اني نبسطها. هي ديال السمن ماهيش تاع سكر كلاص. انا سكر كلاص كما قلت لكم او لا ذكرت لكم من قبل انه انا عندي كيلة الا ربع فمن خلتها، دونك ما فيهاش ماش حد تشد لي غريمو. كما راكم تشوفوا لهنايا نقعد بهذه الطريقه اني نحل عفوا نبسط فيها حتى نوصل لهذا القوام. كي وصلت لهذا القوام وصلت للنتيجة تقريبا اللي حبيتها أنا، فنقعد هكذاك نزيد لها كيلة تاع فرينة. في الحقيقة هي الفرينة حتى تطم لك العجينة، أنا عيني ميزاني للأمانة ما عبرتش اكزاكتلي شحال حطيت. فحطيت المرة الأولى بالكيلة ومرة الثانية نعدت نزيد بالكوياق بالمغرفة، كل شوية نزيد شوية. بدينا بهذه الطريقة حتى نحصلوا على القوام اللي نحوسوا عليه انه يتشكل وممتو ما يتفتحش. كما راكم تشاهدوا لهنايا انا لهنايا مازال خصها فرينه نزيد لها بالمغرفه حتى نوصل للقوام ديالي. هنايا ما ننساش انايا في كل الحلويات ديالي نحط هذه القريصه ديال الملح اللي تعدل لي بها الذوق. انا اين كانت الحلوى فنفضل اني نزيد لها هذه القرصه تاع الملح باش تعدل لي المزاج. ما نقولوش انه حلاوه وسكريتو فما يلزملوش الملح، بالعكس هذيك القرصه تاع الملح راح دير لك كما نقولوا حنايا فرق كبير كبير. هو سي فغي كاين الناس اللي ما تعطيلهاش قيمه، بصح انا من الناس اللي المفضله عندي هذيك القريصه تاع الملح هي اللي تعدل لي المزاج. من داك نشوفه غير في الكعك او لا في العرايش ديالنا. كاين ناس تلقاي عفوا الكعك ديالهم ولا العرايش تلقايهم صامتين بانه ما يزيدوش فيهم الملح. ولا انا كما شفتوني وريت لكم حتى البول اللي قاعده كيفاش نفد منه بطريقه بهذه الطريقه حتى نوصل للقوام تاع العجينه ديالي. احنا العجينه تاعنا كما نعرفوا الغريبيه ديجا صابل، فنحاول اني ماكسيموم
نحاول اني نزيد لها الفرينه، لانه خدمه اليد وخدمه البيتخا تفترق شويه. لهنايا في اليد يفوت تزيدي لها اشاك فوا تزيدي لها الفرينه، ما لازمش تعطي لها نقل من عفوا من واش تحتاج، لانه اذا نقصنا في الفرينه فتجي غلبتها السمن وطيح لنا الغريبه تاعنا ما تقعدش واقفه وشاده روحها، فطيح لنا والشكل تاعها بطبيعه الحال يروح، لا فورم تاعها تروح. دونك حاولوا الماكسيموم انكم تزيدوا لها الفرينه قد المستطاع، ومامتو ما نساوش انه ما نشفوهاش خلاص. بهذه الطريقه نحاول اني نشكل الحرابش كما راكم تشاهدوا، نحاولوا انه نشكلوا حرابش كما نشكلوا المقيرط ولا مقروط عفوا. بهذه الطريقه انا هنايا هذه الطريقه عفوا هذه الكيفيه انه نطرد منها كامل الغرزات ولا الفقاعات اللي متواجده لداخل، باش الغريبه تاعنا تشد شكلها وقوامها صحيح، معناتها ما يتزعزحش، ماشي الريح يقعد لداخل والشكل من بعد يهرب لي. فهنايا حاولت اني نديجاجي لها كاع الهواء اللي داخل، ونحاول اني نحربشها بهذه الطريقه كما راكم تشاهدوا، ونجوزوا عليها من فوق فرشيطه. هذه هي الطريقه اللي معتمده من زمان، نجوزوا عليها الفرشيطه من الفوق. هذاك هو الشغم ديال الغريبه القسنطينيه ولا الغريبيه القسنطينيه. كاين يقولها غريبيه، كاين الغريبه، كاين بلحه، فهي نفسها طريقه. صراحه كاين فيها انواع، فيها تاع الجوز، تاع اللوز، تاع الكاوكاو، تاع الكوك، تاع النواه كوكو. كاين انواع من الغريبيه عديده ومتنوعه، فهذه غريبيه على اصولها هي قسنطينيه، وكما راكم تشوفوا لهنايا قصيتها جازني حبه توالم خدها. بهذه الطريقه لازم نجوزو الموس. هذه بالعاني حطيتها لكم لانه نجوزو الموس هكذاك باش ترفد لنا الحبه ديالنا وما تخسرناش. نحاولوا ماكسيموم ما نضغطوش عليها بصبعتينا. كما راكم تشاهدوا نحطوها في السني ونحطوها في الفوق، يا بخي نخرجوها. من بعد ما نخرجوها ما نفدوهاش ديريكتومون، نخليوها ترتاح باش نحيوها مسنيوه. وهنايا بصراحه تقديم عليا نقول لكم ان شاء الله تعجبكم الوصفه ديالي، والى اللقاء.